ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين خزن التوم؟ انا لسه شاريه التوم ده. بصراحه غيبت عليه شويه عشان استناه ينشف شويه كده، ميبقاش اخضر كله، وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش ناشف قوي عشان اعرف ايه اقشره. انا هنا كنت شلت العرش بتاعه. تمام، وانا جايباه احمر. الاحمر بيبقى حلو قوي معايا وما بيغيرش لون ولا بيعمل ريحه. بقشره كده زي ما احنا شايفين يا حبايبي. وعايزه اقولك يا قمر، هستفاد بكل حاجه حتى القشر. هنا اللهم بارك كنت قشرت الكميه اللي انا جايباها كلها. تمام، وده القشر برضو، دي القشره اللي انا طلعتها من الفص نفسه، اللي هي القشره الناعمه. هاخدها كده على الايرفراير. عايزه اقولكوا الاختراع ده جبار. يعني بصراحه اعطاني النتيجه اللي انا عايزاها. حطيت كده نص الكميه بتاعتي عشان ايه؟ انا عايزه احمصه. عشان طبعا كلنا عرفنا انا هعمل ايه. هعمل بودره ثوم. طبعا بتبقى مضمونة. انا هشغل على درجة حرارة 180. تمام، هياخد 15 دقيقة. عايزة اقولكم ال 15 دقيقة دي هتعمل الكمية كلها اصلا. وهنا انا كنت بفرم التوم بتاعي وهحفظه. عايزة اقولك التوم ده من السنة للسنة بيبقى زي العسل، ولونه بيبقى زي ما هو، ما بيغيرش معايا. هنا كنت فتحت على القشر بتاعي وبديله تقليبة كده عشان عايزاه يتحمص كويس. تمام، بصوا اللهم بارك، كان نفسي اسمعكم صوت الخرفشة. شايفين؟ طب اللي ما عندهاش اير فراير، في صينيه زي اللي انا حاطه فيها دي وفي الفرن، بس التبعيه على طول لان هو بيتحرق بسرعه. بص انا هفركه بايدي كده، واللي بلاقيها طريه برجعها تاني في الاير فراير. بس عايزه اقولك عطتني نتيجه وريحته كانت جباره، كانت قلب المطبخ. طيب عشان احفظ التوم بتاعي ده بقى وما يغيرش اللون، شويه ملح على حبتين زيت صغننين خالص كده اهو، وتقليبه حلوه يا قمر، وكيسي وشيلي في الفريزر زي ما انتي عايزه. انا عن نفسي بحطه في علب بلاستيك، ما بحبش احطه في ازاز بصراحه. عايزه تحطيه في اكياس عادي جدا حطيه، بس انا هنا بحب احطه في علب كده واحطه في الفريزر، واطلع علبه علبه كده على قد استخدامي. والله ولا بيغير لون ولا بيعمل ريحه ولا اي حاجه. بصوا كان زي العسل. ان شاء الله تخزنيه السنه دي. وبص البودره، تخزنيه من السنه دي يبقى معاكي زي العسل. البودره بتاعته كانت قلب ريحه المطبخ، احسن 100 مره من البودره اللي انا بجيبها جاهزه. وهنا عملته في علب كده وعلى الفريزر على طول.